فضلت أجري لحد ما وصلت البيت. من الخوف كنت حاسة إن قلبي هيقف. ارتحت شوية وقلت لازم أنزل النادي عشان أشوف منار فعلا هناك ولا لأ، ولازم أأكد للكل إنها فعلا مش إنسانة. وفعلا هديت ونزلت ورحت النادي. أول ما دخلت عليهم ما لقيتش منار ولا جوزها. سألتهم هما فين، ردت سارة قالت لي مشوا. قعدت وحكيت لهم اللي حصل لي. ردت عبير عليا بصوت عالي وقالت لي مروة انت أعصابك تعبانة الفترة دي، لازم تروحي الدكتور، انت بيتهيألك حاجات كتير. الست وجوزها كانوا قاعدين أكتر من ساعتين في الوقت اللي انت قلت انك كنت معاهم فيه. ساعتها الكل ما كانش مصدقني. فضلت سرحانة ومش عارفة اثبت لهم ازاي ان في حاجة غلط. لكن المفاجأة ان عبير دخلت الحمام عشان تغير لأولادها، وفجأة لقيناها خارجة بتصرخ وبتجري عليا. مسكت في ايديا وابتدت تحكيلنا وهي بتنهج. كنت في الحمام والحمامات كلها مقفولة. بخبط سمعت صوت منار بتقولي ثواني يا عبير انا خارجة. قلت مين جوه؟ محدش رد عليا. ببص ورايا لقيت منار وقالت لي انا اللي جوه، وضحكت واختفت. فضلت اخبط وفجأة الباب اتفتح وخرجت منار من الحمام وقالت لي اياكي تروحي معاها، فاهمة؟ بصيت لي بغضب ووشها كان مرعب والنور اتقطع. ولما جيت تاني ما لقيتش اي حد، كل كان بيسمع وابتدوا يخافوا. عدى اليوم واحنا بنهدي عبير وقمت روحت. دخلت البيت وانا تعبانة جدا. قعدت على السفرة وببص في الارض، وفجأة رفعت عيني لقيت منار قدامي على السفرة، لكن كان شكلها حزين وبتعيط غير كل مرة. خفت وقمت لكنها اتكلمت وكانت بتعيط. قالت لي أرجوك اسمعيني بسرعة، مفيش وقت. أنا اللي بقعد معاكوا في النادي، لكن مش أنا اللي كنت بخوفك، مش أنا صدقيني. وبدأت تحكي أنا شفتك من سنتين لما كنت في تدريب الطب الشرعي، جابولك جثتي عشان تشرحيها، وانتي كتبتي تقرير إن الجثة دي فيها حاجة غير طبيعية، لكن محدش صدقك واتريقوا عليكي وزعلتي وما كملتيش في الطب الشرعي. كنت حاسة بيكي وبقلبك الطيب، كنت متأكدة إنك ممكن تساعديني. وبدأت تحكيلي حكايتها. كانت عايشة مع جوزها سامي في العمارة اللي أنا روحتها. ظروفهم كانت صعبة جدا والديون زادت عليهم. أبوها كان شغال في السحر وعنده كتب كتير، وقبل ما يموت قال لها إنه سايب لها كتاب يقدر يخليها تحضر جن قوي يساعدها تبقى غنية، لكن لو فشلت في السيطرة عليه هيأذيها. يأسها خليها تطلع كتب أبوها وتحاول تحضر الجن عشان تساعد سامي ويخرجوا من أزمة الديون. دخلت أوضة النوم وبدأت تقرأ، وللأسف قرأت الجزء الغلط. ظهر مارد ضخم اسمه باصر، وكان غضبان إن أبوها حبسه. من خوفها لبسها وبقت مش عارفة تسيطر على نفسها. نزلت بدون إرادة، مسكت سكينة وخبطت على كل باب في العمارة وذبحت كل السكان، أطفال وكبار، ستات ورجالة. وبعدها طلعت شنقت نفسها في شقتها. لما الحكومة جت باصر لبس سامي وخلاه يعترف إن هو اللي قتل الناس وإن هو اللي شنقها، واتحكم عليه بالإعدام. وفاضله أيام ويتنفذ حكم الإعدام عليه وهو مش بإرادته. وقالت لي دخلت في وسطيكوا علشان أقرب منك وتطمني لي وأعرف أحكيلك وتساعدي سامي، لكن باصر كان بيسيطر عليا في كل لحظة وبيجي بشكل سامي وياخدني. هو اللي عمل كده يوم ما جيتي البيت عندي. أنا حاولت أخليكي تدخلي أوضة النوم عشان توصلي للكتاب، لكن هو دخل وشتتك، مش قادر يسيطر عليكي عشان انتي بتصلي وإيمانك قوي. أرجوكي ساعدي سامي، سامي اتظلم. لو قدرتي تطلعي العمارة هتلاقي الكتاب في أوضة النوم. الجن ما يقدرش يلمسه، لو لمسه بيتحرق بس يقدر يعطلك. أرجوكي هاتي الكتاب واحرقي باصر، سامي هيفوق ويرجع. أرجوكي ما تسيبيهوش. وفجأة اختفت. فضلت أفكر وأنا مرعوبة. قمت الصبح وقررت أسأل شيخ، وفعلا الشيخ قال لي في أرواح مظلومة بتحارب عشان الناس تعرف إنها اتظلمت. قررت أساعدها وطلبت زيارة لسامي. دخلت وقعدت معاه، كان بيتكلم عادي، راجل طيب جدا.
لكن وانا ماشية مسك ايدي بقوة وعينيه بقت بيضة والنن اختفى وقال لي ما تقربيش من العمارة لإما هتموتي. شديت ايدي وقعدت اصوت والحراس جم وشالوه وانا طلعت اجري. بعد ما روحت قعدت يومين افكر وبعدين قررت هروح اجيب الكتاب مهما حصل. في روحي اتظلمت ولازم اساعدها. رحت للشيخ وطلبت منه يساعدني وفعلا وافق، بس طلب مني اجهز له حطب ناخده معانا عشان يقدر يسيطر بيه على الجن، لان احنا منعرفش ايه اللي مستنينا هناك. وفعلا جبت الحطب وراح معايا وطلعنا العمارة. كنت ماسكة المصحف في ايدي وهو بيقرأ قرآن. اول ما طلعنا الدور الاول لقينا السلالم مش موجودة. وقفنا مكاننا والشيخ ولع الحطب وبدأ يقرأ. كنت شايفة خيالات بتقرب من النار وصوت عالي وفجأة تختفي. العمارة كانت مليانة أرواح شريرة. أول ما نار الحطب اتطفت السلالم ظهرت. طلعنا بسرعة دخلنا الشقة وفجأة ظهر راجل طويل وعريض في نص الصالة وقال بصوت مرعب امشوا. الشيخ فضل يقرأ والراجل بيقرب وفجأة وشه اتشوه وقرب وشه من وشي وقال لي هتموتي قلتلك ما تجيش. الشيخ وقع على ركبته اتخنق مش قادر يتنفس والجن مثبت ايده على الشيخ. جريت على اوضه النوم لقيت الكتاب مرمي على الارض وطيته ومسكته في ايدي، ولما بصيت ورايا لقيته واقف ورايا قال لي مش هتلحقي. ضحكت وانا ماسكه الكتاب وقلت له انا خلاص لحقت وانت انتهيت. ضربته بالكتاب اتحرق وفضل يعافر وبعدين اختفى. جريت وخدت الشيخ وخرجنا من العمارة بسرعة. وانا خارجة ببص فوق لقيت منار واقفة بتبص لي وعينيها كلها فرحة بتشاور لي وهي بتختفي. بعدها عرفت ان سامي قدر يثبت للمحكمة انه كان في الشغل وقت الجرايم اللي حصلت في العمارة وخرج براءة. ساعتها حسيت ان روح منار فعلا ارتاحت. نزلت بالليل النادي وقعدت احكي لصحابي اللي حصل وكانوا مرعوبين. ببص العبير لقيت عينيها بقت بيضة والنن فجأة اختفى. وبكده انتهت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة مع حكايات هنوش.